تصور تكون ناعس وملي تفيق تلقى المغرب كامل يتكلم على الصالير ديالك. قبل يومين تعرض الموقع ديال لا سينيسيس لعمليه اختراق وتم نشر مجموعه من المعطيات الشخصيه والاجره ديال 2 مليون شخص خدامين في 500 الف شركه. هذا الاختراق هذا حسب مجموعه من الجرائد الوطنيه والدوليه، وراه مجموعه جزائريه اللي اسست واحد المجموعه في واحد التطبيق بلا ما نذكروا اسمه، ولات كتنشر هذه المعلومات هذه الشخصيه. وبالرجوع الى اسم او رمز اول شخص نشر هذه الوثائق هذه كنلقاوه تونسي مقيم في المانيا وربما يتعامل مع جهه معاديه للمغرب غالبا تكون الجزائر. طبعا بالرجوع الى هذا الرمز هذا غادي نلقاه ما هو الا محاوله لتضليل مسار الشخص الحقيقي اللي قام بعمليه التسريب. وإلا تبعنا هذا المسار هذا ما غاديش نعرفوا هذا الشخص اللي قام بعمليه التسريب سنين، ولكن الاشكال ماشي هنا، المشكل الحقيقي هو على انه ملي تسربات هذه المعطيات كنخرجوا نكذبوا. طبعا سواء كانت هذه المعلومات هذه صحيحه او خاطئه، هذه المعلومات المسربه هذه هذا ماشي هو المشكل. المشكل على انه المسؤوليه ثابته على هذه المؤسسات هذه اللي ما كتقومش بالحمايه الحقيقيه والتقنيه اللي نص عليها القانون. باش نفهموا الموضوع مزيان غادي نقول لكم واحد القضيه، هو على انه هذه المؤسسات العموميه وهذه الوزارات هذه كتخسر مجموعه من الاموال الطائله على تسويق صوره الوزراء او صوره العمل ديال الوزاره والعمل ديال الحكومه دون ان تقوم بتامين مثل هذه المعلومات ومثل هذه المواقع من عمليه الاختراق. طبعا من الناحيه القانونيه غادي يتساءل واحد، غادي نقول له هذه القوانين هذه وهذه المسؤوليه راه ثابته، راه حمايه المعطيات الشخصيه في المغرب منظمه بالقانون 0908، وسواء كانت عمليه الاختراق داخليه او خارجيه فالقانون راه يحتم على هذه المؤسسه هذه المسؤوليه ويوقع عليها المسؤوليه. كاين عندنا ايضا القانون 025 المتعلق بالامن السيبراني واللي واضع مجموعه من القوانين المؤطره لعمل هذه المؤسسات هذه وحمايتها من الاختراق. عندنا ايضا الماده 607 من مجموعه القانون الجنائي اللي كتنص على عقوبه ديال عمليه الاختراق. المسؤوليه ثابته عند هذه المؤسسات هذه اسوه بالمؤسسات البنكيه اللي عندها معطيات شخصيه، واللي لا تعرض اي شخص لتسريب هذه المعطيات الخاصه به يمكن يمشي يقاضي هذه المؤسسات البنكيه. فنفس الشيء ايضا في هذه المؤسسات العموميه. هذه عمليات الاختراق طبعا ما كنشوفوهاش في الاجهزه في المؤسسات الدفاعيه والامنيه لانها مامنه بشكل جيد من الناحيه التقنيه، لانه كاين الحمايه القانونيه اللي قلت لكم القانون كينظمها، ولكن كاين ايضا هناك الحمايه التقنيه اللي يجب ان يتم تطويرها او كتتطور، لانه هاد المخترقين هادو كيطوروا الاليات، فالحمايه التقنيه ايضا يجب ان تتطور في نفس الوقت. ايضا القانون يجب ان يتطور. هذا الشيء طبعا هذه المؤسسات ما كتاخذوش بعين الاعتبار، وفتوقع لنا في المؤسسات التعليميه تسريب مجموعه من المعطيات، ولكن ما خديناش الدرس وما خديناش العبره. اليوم كندقوا ناقص الخطر وكنقولوا ما كيهمناش واش هذه المعطيات صحيحه ولا خاطئه، بقدر ما يهمنا هو على ان هذه عمليه الاختراق ثابته ومسؤوليه هذه المؤسسات ثابته، وبدل ما نخرجوا نكذبوا يجب ان نعترف بالخطا ويجب ان نعترف بان هناك تقصير. راه ماشي عيب على انه نقولوا على ان كاين تقصير وعلى ان ما امناش هذه المعلومات هذه الشخصيه وهذه المعطيات الخطيره ديال الاشخاص والبيانات ديالهم اللي اصبحت اليوم هي على مرأى ومسمع من الجميع والكل يمكن الولوج لها. وهذه راه سابقه، طبعا سابقه تاريخيه وسابقه خطيره. علاش؟ لانه القانون راه كيحمي كما قلت المعطيات الشخصيه ديال الناس، كيحمي الحياه الشخصيه ديال الناس، فما يمكنش تكون المعطيات الشخصيه ديال الناس مسربه وتفيق في الصباح وتلقى هذا الشيء مترع كله. اذا كاين تقصير عند هذه الجهات هذه، وكاين تقصير عند الوزاره، وكاين تقصير عند المؤسسه التي سربت المعلومات ديالها، ويجب الاعتراف به. الى متى تتهرب هذه الحكومه من الاعتراف بالمسؤوليه؟ هذا الاختراق الذي وقع اليوم داخل هذه المؤسسات وداخل مؤسسات سابقه اللي تكلمنا عليها يسائل الحكومه، يسائل هذه المؤسسات، وبدل ما نبقاو نخرجوا كل مره ونقولوا راه لا راه غير خطا ولا راه كذوب ولا راه هذه معلومات مضلله. السيدي عمليه الاختراق واش كاينه ولا ما كاينه؟ باللي كاينه عمليه الاختراق انتهى الكلام كما كنقولوا، فات الاخبار. اعترف وامن وخرج، والمسؤول يجب ان يقدم استقالته، لان هذا راه ماشي اللعب، هذا راه معطيات خاصه ديال الاشخاص وصلت الى جهات اخرى معاديه لنا، وعندنا خصوم يتربصون بنا. والمعلومه اليوم خاصكم تعرفوا على ان تباع بثمن كبير جدا. نحن في عصر المعلومه، نحن في عصر ثوره معلوماتيه خطيره جدا. راه اليوم المعلومه اغلى من بزاف ديال الحوايج اللي كتصورها والناس كتشريها، ونحن فاتحين الباب اللي جا يقرصنا ويخرج لنا المعلومات. والله يجازيكم بخير كنقولوها وكنأكدوها، يجب ان نتحمل مسؤوليتنا.
وعلى المؤسسات وعلى الحكومه تتحمل مسؤوليتها، وماشي كل مره كنبقاو نخرجوا ونبرروا ما لا يبرر. المغاربه عياو من التبريرات وعياو بزاف ديال الحوايج. الله يجازيكم بخير، كنقولها وكنأكدها. يجب اللي دار خطا يجب ان يتحمل المسؤوليه ديالها، ونتعلموا في البلاد ديالنا نقدموا الاستقاله. فشلت في مجال ما قدرتش نحميه. مئات الملايير اللي تخسرات على الامن الرقمي، فين مشات هذه الملايير؟ مشات فين؟ مشات للتسويق صوره الوزاره، صوره الوزير، صوره المسؤول. الله يجازيكم بخير، سوقوا لنا صوره الوطن اهم عندنا من صورتكم انتم. ما تيخصنا نتكلموا بصراحه. راه هذا الشيء اللي واقع اليوم نربطوا بالشيء يذكر. ما يقع دريكه يعني دابا اليوم من تضارب حتى في الارقام. ننتقلوا من الاختراق ديال المعلومات الى الاختراق ديال الارقام اللي ما اختاركم حد، انتم اللي اختاركم فروسكم. هذا كيقول الرقم اليوم فيما يتعلق بهذا البوليميك الواقع بين الاغلبيه والمعارضه، واللي ما قدروا يتفقوا حتى على الارقام. واحد كيقول 13 مليار ديال الدرهم، 1300 مليار. واحد كيقول لا، كيخرج هذا في الاغلبيه كيقول الرقم، كيخرج هذا في المعارضه يقول الرقم، كتخرج الاغلبيه. الله يجازيكم بخير، اتفقوا لنا على رقم معين، اتفقوا لنا على فكره معينه. اليوم نحن كنواب برلمانيين وكمسؤولين راه كنقولها وكنأكدها، اللي كيهمنا هو مصلحه الوطن ومصلحه البلاد والصوره ديال البلاد. ما كيهمناش لا الحكومه ولا غير ولا المعارضه. واللي كيقول على ان هذا الشيء الحكومه دارت، المعارضه دارت لجنه تقصي الحقائق والاغلبيه دارت لجنه استطلاعيه، لا ادري لماذا للالتفاف على هذا المطلب هذا اللي هو حد ما دار شي كاع ما يخاف. الا كانت الارقام صحيحه دير هذه لجنه تقصي الحقائق ونسنوا معها كاملين ونمشوا، لان هذه اللجنه ديال تقصي الحقائق من الناحيه القانونيه قراراتها ملزمه، واذا ثبت ان هناك اختلال او مال عام مسروق ولا كاين شي حاجه اللي ما هي قانونيه كنحيلوها على النيابه العامه. اما مهمه اللجنه الاستطلاعيه راه كنعرفوها بماذا تقوم؟ بتقرير، كتابه تقرير، وكتجيبوا عادي جدا. ومن سيقوم بهذا التقرير هو قال له فين يوذنك؟ قال له هاوذني. الله يجازيكم اليوم الصوره ديالنا على المحك، نحن كمسؤولين وكبرلمانيين وكحكومه. اليوم ما كيهمناش لا المعارضه ولا الاغلبيه، اللي كيهمنا هو صوره الوطن والدفاع عن المواطن. المواطن اليوم خليته حائر بين الارقام، عطوه الحقيقه واتفقوا على الحقيقه وما بقاو نكذبوا على المواطنين. اليوم كنقولها وكنأكدها، مطالبون كلنا الحكومه والبرلمان بتقديم الاستقاله ديالهم، لان عجزنا عن تدبير مجموعه من الملفات. والعجز الواضح ديالنا واللي صغير هو عجزنا حتى على الاتفاق على الرقم. الارقام ما قدينا عباد الله نتفقوا عليها، ما قدينا نتفقوا على اليه قانونيه للمراقبه وتفعيل المراقبه داخل المؤسسه التشريعيه، لان المؤسسه التشريعيه وجدت لتراقب عمل الحكومه ماشي لتساند الحكومه. الحكومه اليوم الاغلبيه كتقول سيدي دايره لجنه استطلاعيه وهذو لجنه تقصي الحقائق. فاليوم انا كنقولها وكنأكدها، يجب ان ننخرط جميعا في تفعيل الاليه الحقيقيه للرقابه، ويجب ان يوقع البرلمان كله على لجنه تقصي الحقائق. واللي ما دارش راه هو خايف، واللي ما شكرش كما كنقولوا بالحسان اللي ما فكرش العظام ما يرادس، بمعنى على انه اللي كرشو خاويه ما خايف من حتى شي حاجه. نقطه اخرى واخيره كنقولها، هاد الناس اللي احتكروا ولا اللي جابوا قولوا هم لنا ونشروا اللوائح ديالهم. كانوا 18 قولوا لنا 18، كانوا 200 قولوا لنا 200، كانوا 300 قولوا لنا 300، كانوا 10 قولوا لنا 10. هذا هو مبدا الشفافيه. خليتونا حايرين، ما تلينا عرفنا واش هنا ولا هنا. هذا يقولوا كلام وهذا يقولوا كلام، وما من المواطن مسكين تائه وحائر يتساءل ماذا سيفعل مع هذه الحكومه هذه. والله العظيم الا نحن نيت بروسنا ما تلينا عارفين فين غادي نصدوا، ولا تنا عارفين اين توجد الحقيقه. بغيت نقول على ان هذا الوطن اليوم راه يحتاج لنا، ومصلحه المواطن تقتضي ومصلحه الوطن تقتضي ان نتحدث بصراحه وان نتحلى بالشجاعه السياسيه. والشجاعه السياسيه تقتضي تقديم نقد ذاتي لا من المعارضه ولا من الحكومه. واللي قصر يقدم استقالته. كفى من التنافس بالالقاب، كفى من تقولوا لنا باغيين حكومه المونديال ولا ما كون باغيين حكومه المونديال. هذاك رهان الدوله ورهان جلاله الملك، ماشي رهان ديالكم انتم. شوفوا انتم بعد اليوم اش كديروا، وهذا اللي واقع من تكذيب اللي كيقول لك هذا بغى يدير البوز وهذا بغى يدير كذا وهذا بغى يبان عليا. دخلت عليكم بالله، واش اليوم المواطن حطيتوه هذا بغى يدير البوز وهذا ما بغى يدير البوز؟ واش نحن في هذا النقاش هذا وصلنا للحضيض في هذا النقاش؟ احنا ما بغينا لا بوز لا والو، بغينا الحقيقه فقط. الحقيقه تظهر في لجنه تقصي الحقائق، تظهر في مهمه استطلاعيه، ماشي كيهمنا. ولو ان هذه ليست كتلك. اللي كيعرف واللي كيأكد على ان هناك مجموعه من اللجان الاستطلاعيه ومجموعه من اللجان الموضوعاتيه، مجال المخطط الاخضر، مجال المحروقات، لا زالت طي الكتمان ولم تتحرك. ولا تبعنا من هذه المهمه الاستطلاعيه اللي تم فيجب علينا جميعا ان نكونوا برلمانيين ديال الامه،
وبرلمانيين ديال المواطنين، ماشي برلمانيين ديال الحكومه. المغرب يحتاج الى نخب حقيقيه قويه، المغرب يحتاج الى بغيتوا 2026 بغيتوا الرهانات الحقيقيه، يحتاج الى ابعاد الفاسدين عن المشهد السياسي بصفه نهائيه، ويحتاج الى نخب حقيقيه مواطنه، ويحتاج الى نخب تحترم المال العام. عيينا وكنقولها بجميع اللغات، بارك علينا، رانا عيينا وتعبنا من هذا الشيء اللي واقع. الله يجازيكم بخير، اتقوا الله في هذا الوطن واتقوا الله في المواطنين. تحياتي لكم والسلام عليكم.